السلام عليكم. الأهلي ينتصر على الداخلية في ليلة كريم فؤاد وعبقرية مارسيل كولر للمرة الثانية على التوالي. أهلا بيكم، معاكم محمد مجدي من قناة اللمسة الأخيرة. مارسيل كولر ابتدى المباراة بإراحة بعض اللاعبين ولعب بعض اللعيبة البدلاء، ان هو عايز يكسب اللعيبة البدلاء ويدخلهم في اجواء اللعب. النهاردة مارسيل كولر عمل روتيشن ونزل لعيبة ما كانتش بتشارك في المباريات اللي فاتت، سواء في التشكيلة الأساسية أو إن هو نزلهم بدلاء في الشوط الثاني، ودوت اللي هنشوفه في تشكيل النادي الأهلي النهاردة النادي الأهلي ابتدى بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، وخط الدفاع أكرم توفيق ومحمود متولي وياسر ابراهيم بدلا من محمد عبد المنعم، وناحيه الشمال علي معلول، واثنين وسط حمدي فتحي ومحمد فخري، وصانع العاب محمد مجدي قفشه، ولعب ناحيه الشمال ببرونو سافيو، وناحيه اليمين بكريم فؤاد. بطل الليله النهارده وراس حربه محمد شريف اللي عاد النهارده للتسجيل من جديد. الحقيقه النهارده النادي الاهلي لعب مباراه مميزه جدا، وبطل الليله النهارده كان كريم فؤاد. والحقيقة هو مش كريم فؤاد لوحده، لأن مفيش لاعب بيلعب لوحده. حتى لو هو كان بطل الليلة مش هو اللي لعب لوحده. عندنا حمدي فتحي لعب مباراة جيدة جدا، وعندنا أكرم توفيق بعد سوء الأداء في الشوط الأول اتحسن في الشوط الثاني. الحقيقة النهاردة كريم فؤاد كان فاتح شارع ناحية اليمين باسمه شارع كريم فؤاد. النهاردة ظاهري النادي الأهلي أكرم توفيق ومحمد أشرف قدموا شوط أول سيء، أو ما نقدرش نقول عليه سيء، هو شوط اول اقل من المتوسط بكتير، ودوت اللي انعكس من بدايه الشوط الثاني. النهارده المباراه ابتدت بدايه سريعه جدا، ابتدت بدايه سريعه قوي بهدف لمحمد شريف بعد تمريره طوليه من حمدي فتحي، استلمها كريم فؤاد وجري بيها ولعب عرضيه لتحت لمحمد شريف اللي سجل منها الهدف الاول للنادي الاهلي في الدقيقه الثانيه. وفي الدقيقه الخامسه من اللقاء سجل حمدي فتحي الهدف الثاني للنادي الاهلي علشان يخلص الامور بدري بعد كره طوليه من محمد مجدي قفشه علشان يستلمها كريم فؤاد للمره الثانيه في الماتش ويلم لجوه ويسدد والحارس يتصدى ليها وتنزل لحمدي فتحي اللي الجون فاضي قدامه ويسجل منها الهدف الثاني للنادي الاهلي. الحقيقه بعد الهدف الثاني للنادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي استرخت وحست ان المباراه اتحسمت، ودوت انا كنت مستني بدايه الشوط الثاني بفارغ الصبر ان انا اشوف اللعيبه هتنزل هتأدي ايه في الشوط الثاني. وبعد ما النادي الاهلي دخل فيه جون التقليص من فريق الداخليه اصبحت النتيجه 2-1، وانا استنيت مارسيل كولر هيبقى ردة فعله ايه مع اللعيبه ما بين الشوطين. الحقيقه هو ادالهم دش سخن قوي. النادي الاهلي هتلاقيه متنوع على طول في لعبه سواء من الجبهه اليمين او الجبهه الشمال. لو انت هتلاقي علي معلول واحمد عبد القادر هتلاقيها على طول هي الناحيه القريبه للجون اللي بتصنع خطوره على طول، وفي الناحيه الثانيه هتلاقي كريم فؤاد مع ثبات اكرم توفيق هتلاقيه واقف ورا مش بيتقدم. هتلاقي اللاعب الجناح الايمن في النادي الاهلي هتلاقيه هو اللي بيقوم بالجبهه ديت لوحده، سواء محمد طاهر لما بيشارك لوحده او كريم فؤاد لما احنا شفناه النهارده برده شارك لوحده. وان مارسيل كولر بيتعامل نفسيا حلو قوي مع اللعيبه وبيخليهم عندهم ثقه في نفسهم، وبالتالي اللاعب ينزل يأدي اللي مطلوب منه وزياده كمان، وان اللاعب يظهر باحسن صوره امام الجماهير، واهم شيء ان هو يلعب لصالح المجموعه لصالح الفرقه. النادي الاهلي استكمل بقيه الشوط الاول بطريقه استرخاء شديده، وان المباراه بقت سهله، والنادي الاهلي دخل فيه هدف وخطأ من محمد اشرف في التغطيه العكسيه. الحقيقه في نقطه سلبيه تانية برضو في اداء النادي الاهلي في الشوط الاول، هو الضغط العالي اللي النادي الاهلي كان بيقدمه. ان منظومه الضغط العالي للنادي الاهلي ما كانش ناجحه، وكان رضا شحاته المدير الفني للنادي الداخليه كان بيحكس الملعب اول لما يلاقي 2 أو 3 لعيبه من النادي الاهلي بيضغطوا عليه ضغط عالي، كان بيخلي لاعب يفتح الملعب الناحيه الثانيه ويعكس الملعب، وديت كانت الطريقه اللي بيضرب بيها ضغط الاهلي العالي. الحقيقه ما بين الشوطين مارسيل كولر شكله ادى دش سخن للعيبه عالي قوي، ودوت اللي احنا شفناها بعدها بدقيقتين 3 ان كريم فؤاد سجل هدف. وانا هقول لك الهدف ده جه ازاي. الشوط الثاني ابتدى بشبه انفراد لمحمد فخري اللي سددها على المرمى اللي الحارس تصدى لها وطلعت ركله ركنيه. الحقيقه ان كريم فؤاد هو اللي راح ينفذ الركله الركنيه وبصاها لتحت لمحمد مجدي قفشه، ولعب العرضيه اللي مدافع نادي الداخليه طلعها كورنر تاني.
في اللحظة ديت ياسر ابراهيم ومحمود متولي اتكلموا مع بعض وقالوا ضاعت او اتحرقت، ان اللعبة ديت اتحرقت مش هيعرفوا ينفذوها تاني، ولكن الحقيقة ان هي اتلعبت تاني في نفس اللحظة. واعتقد ان اللي كان متفق عليه اصلا ان محمد مجدي قفشه يلعبها عرضية على القائم التاني. اللي حصل ان محمد مجدي قفشه خلى اللعيبة كلها تركز ان هو يلعب كورة على القائم التاني، ولعبها بينية ارضية سكر، بينية ارضية روعة لكريم فؤاد يسجل منها الهدف الثالث للنادي الاهلي في ليلة كريم فؤاد. الحقيقة اول لاعب كنت اتوقع خروج النهاردة من الملعب هو برونو سافيو، وان هو كان نازل كسلان في المباراة، وان هو مش متعود على اللعب ماتش كل 3 ايام. وانا افضل على طول ان برونو سافيو مادام هيلعب يلعب صانع العاب او مهاجم تاني، او مهاجم لو انت هتستغنى عن محمد شريف او شادي حسين في راس الحربة، ان انت تلعب برونو سافيو صانع العاب. خطورة برونو سافيو ان انت على طول هتلاقيه واقف في مساحة فاضية وكاشف اوراق النادي الاهلي اللي موجودة على الملعب كله، وان هو بيستلم الكرة بيبقى محضر ايه القرار اللي هياخده بعد ما يستلم الكوره. وانا رايي ان ناحيه الشمال كان يلعب احمد عبد القادر افضل. حتى لو انت عايز تريح احمد عبد القادر كان ممكن تبتدي باي حد تاني، بس برونو سافيو يفضل في قلب الملعب يبتدي صانع العاب في وسط الملعب. الحقيقه مفتاح لعب النادي الاهلي او مفتاح بناء اللعب للنادي الاهلي كان متمثل في حمدي فتحي، اللي على طول هتلاقيه بيتحرك بيفتح مساحه لاي لاعب من رباعي خط الدفاع او الجناحين، يفتح له مساحه ان هو يستلم فيها الكوره، وان هو اتعلم ان هو يبقى محضر القرار وان هو بيستلم على طول بوشه للجون. ودوت اللي هينقلنا لنقطه ان اللعيبه التناغم بينهم بقى عالي، وان اللاعب بقى بيشاور ان انا فاضي بصيلي او باصي للاعب تاني اكتر من شفناها في اكتر من هجمه، وان هما مش بيتكلموا مع بعض ومش بيلفتوا انتباه المنافس، وان هم على طول هتلاقيهم بيلعبوا ان هم يخلقوا مساحة سواء في الناحية اليمين او في الناحية الشمال علشان تبقى ثغرة ويحققوا منها زيادة عددية وتبقى فرصة خطيرة في الاخر. والحقيقة كريم فؤاد سجل الهدف الرابع برضه بنفس طريقة الهدف الثالث للنادي الاهلي، ان هو خد الكرة في المساحة وانطلق بيها وسجل منها الهدف الرابع للنادي الاهلي. وكريم فؤاد سجل الهدف الرابع للنادي الاهلي وسجل كمان الهدف الخامس، لكن الحكم ما حسبهوش، وكان هيبقى اول هاتريك في الدوري المصري من نصيب كريم فؤاد في ليلة كريم فؤاد. ولو احنا هنتكلم برضو عن عبقرية مارسيل كولر، فهتلاقيه التبديلات اللي هو نزلها هتلاقيه نزلها بغرض ان هو عايز يكسبهم وتبقى لعبته تحت ايده على طول. يعني لو احنا بصينا هتلاقيه نزل اول تبديلين حسام حسن ومحمد هاني، وبغرض ان هو يشرك الاتنين ويبقى عندهم حساسية المباراة، حساسية اللعب عالية، وان هو لو احتاجهم في اي مباراة يلاقيهم جاهزين على طول. والتبديل الثالث لما نزل بيرسي تاو، واللي انا كنت بقول افضل شخصيا ان هو يلعب كراس حربة ما يلعبش كجناح، والحقيقة ان هو عارف مميزات لعيبته، وبالتالي ان هو لما نزله كراس حربة. والحقيقة هو نزل شادي حسين كمان علشان يشركوا في المباراة وما يطلعهوش بره اجواء المباريات، ان هو كان بيشارك وان هو كان اساسي في المباريات اللي فاتت. وان هو نزل احمد نبيل كوكا بدل من محمد فخري، ان هو برضو يكسب اللعيبة الشباب وان هم يكونوا جاهزين في اي وقت يقول لهم يلعبوا ينزلوا يلعبوا. لو احنا اتكلمنا عن نجم المباراة فهي محجوزة طبعا لكريم فؤاد، انما تاني اكتر لاعب في المباراة انا شفته قدم مباراة عظيمة هو محمد مجدي قفشه. شفناه النهاردة عمل اسيستين وقدم مباراة عظيمة سواء من تمريرات بينية وتمريرات مفتاحية كتير، وان هو كان النهاردة محمد مجدي قفشه اللي احنا مستنيينه. وعندنا كمان حمدي فتحي اللي سجل النهاردة هدف ولعب مباراة عظيمة. وفي نهاية كلامنا عن النادي الاهلي احب اقول مبروك للنادي الاهلي وجماهيره، وان ترتيب الدوري المصري دلوقتي ان النادي الاتحاد السكندري والاهلي في المقدمة، الاهلي اول والنادي الاتحاد السكندري تاني، ان النادي الاهلي بقى في الصدارة. ختاما كان معاكم محمد مجدي من قناة اللمسة الاخيرة. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتكتب كومنت. بس كده، سلام.